في شخصيات غيرت مجرى التاريخ، لكن يا ترى لو عاشوا معانا النهاردة كان شكلهم هيبقى عامل إزاي؟ استعد لأننا هنرجعهم للحياة بعقلية العصر الحديث. أنت دلوقتي بتتفرج على لو عاشوا معانا. ماذا لو هتلر، الرجل الذي غير وجه أوروبا في القرن العشرين، عاد إلى الحياة، لكن مش علشان يخوض حرب ولا يرفع شعارات نازية. رجع في زمن التيك توك والريلز وميمز يوم الجمعة. هل كان هيبقى زعيم ولا هيبقى ترند على تويتر؟ هل الناس هتخاف منه ولا تضحك عليه؟ دي قصتنا النهاردة، لو هتلر عاش معانا. في يوم غريب وسط مدينة ميونخ بيظهر راجل بشارب مميز وبدلة رسمية من زارا، بيبص حواليه، يشوف الناس ماسكة موبايلات بتصور بتضحك، بيصرخ: أين الرايخ الثالث؟ أين جنودي؟ أين الراديو؟ بس اللي حواليه بيصوروه ستوري على انستجرام ويكتب: لقيت هتلر بس شكله جاي يعمل براند شخصي. ما بين الدهشة والرعب بيلاقي نفسه موضوع ترند عالمي. الناس مش بتخاف، بالعكس بتعمل عليه ميمز. هتلر بيرجع البيت، يفتح لابتوب، يدخل على الانترنت، يكتب اسمه في جوجل، يلاقي ملايين النتائج، بس أغلبها ميمز. صوره وعليها تعليقات زي: لما تبقى زعيم وتنسى كلمة السر، لما الصحاب بيخرجوا من غيرك، بيصرخ: أنا مش نكتة، أنا قائد. لكن كل صراخه بيزود انتشاره. الناس بتبدأ تستخدم صوته في ريميكسات، صورة بتتحول لفلتر، وبقى في صفحة اسمها هتلر بيعلق على كل حاجة. هو مش فاهم إيه اللي بيحصل، بس هو رسمياً ترند عالمي. هتلر يقرر يرد، يفتح قناة يوتيوب يسميها الزعيم يتحدث، ويبدأ يعمل فيديوهات تعليمية: كيف تلقي خطاباً نارياً، كيف تسيطر على جمهورك، أسباب فشل خطتي في الحرب. وبيبدأ يظهر في بودكاستات مع مشاهير: بودكاست هتلر مع عمرو أديب، في ضيافة هتلر الحلقة الأولى. كل ده وهو مش فاهم ليه الناس بتضحك. هو بيتكلم بجد، بس بيتحول لميم متنقل. واحد سأله في لايف: يا هتلر، مين أكتر تيك توكر بتحبه؟ رده هو مش فاهم تيك توك: هل هذه جبهة جديدة؟ لما المشاهدات زادت جاله رعاه، بدأ يعلن لعطر جديد اسمه ماين دوفت، يعني عطري، وظهر في إعلان بيقول فيه: عندما تريد السيطرة على القلوب استخدم عطري. وبيعلن عن كورسات قيادة اسمها ليدر ماستر كلاس مع الزعيم هتلر. الناس اشتركت، بس مش علشان تتعلم، علشان ينزلوا صور من الكورس ويقولوا: تعلمت الخطابة من هتلر وأنا رايح أطلب زيادة المرتب. ظهر موقع بيستخدم صوت هتلر ويخليه يغني مهرجانات. فيديو منتشر ليه بيقول: يا دنيا يا غرامي يا وجع قلبي، والناس عاملة ريميكس وبيعملوا دويتو معاه. تحول من زعيم تاريخي لشخصية بتضحك الناس. وفي تيك توك بيطلع تحدي: قلد هتلر وهو بيغني، وهاشتاج هتلر بيغني بيتصدر الترند. هو بيحاول يفهم كيف تحولت إلى مطرب، أنا زعيم، بس خلاص الجمهور اختار مصيره. بعد شهور من الضحك، الميمز والريميكسات، هتلر بيقرر يختفي. كتب بوست مؤثر: لم أعد أتحمل أن أكون أضحكة، كنت أحلم بالسيطرة لا بالسخرية. بس الناس عملت على البوست ميم جديد: لما الزعيم يعمل دراما زيادة، وانتشر تاني. وناس قالت: هو فعلا مش هتلر، ده ترند من AI. هتلر عاش معانا، بس مش كزعيم، كترند. وبكده نكون شفنا لو شخصيات تاريخية رجعت، هل هتنجح ولا هتبقى ميم؟ استنونا في الحلقة الجاية من لو عاشوا معانا. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات، وتقول لنا في الكومنتات تحب الحلقة الجاية عن مين.